طب يا جماعه تقييم النهارده لعيبه النادي الاهلي قدام الزمالك، طبعا اللي هو اصلا ما جاش. نلبس نضاره تقييم يا جماعه، كلكم اظن حفظتوها. صديقه الكفاح والله. الشناوي يا جماعه 8. هتقولوا لي 8 ليه؟ اقول لكم كان مصحصح، كنت هديله تقييم اقل من كده لو كان الجون اتحسب بصراحه، بس الشناوي كان مصحصح وسوري احنا خرجنا كلين شيت بصراحه، يعني 8. ياسر وياسين 6. ما جالكوش حاجه قوي بصراحه، يعني ما حسيتش بيكوا قوي. يمكن حسيت بياسر شويه، فممكن يدي ياسر 6.5. ياسين صحراء يعني. هاني يا جماعه هديله 6.5. كان في تحركات كويسه. هاني كان في تحركات محدش اتكلم عنه، بس كان ليه تحركات كويسه النهارده. كوكا 5. كوكا انا ما اعرفش انت بتعمل ايه بصراحه، يعني انت ايه وظيفتك في الحياه انا ما اعرفش، بس انت ما بتدينيش الاداء اللي المفروض تدوني، يعني مكانك ده ما بتدينيش الغرض المطلوب بصراحه. فكوكا 5 هو مش وحش بس مش احسن حاجه، يعني فاهمين بصراحه. ديانج ايه ده جماعه. ديانج النهارده 7.5. هتقولي ما جابش جول، هقول لك ديانج النهارده ما بيهنيش الزملكاويه على كوره. عارفين الكوره ما بيهنيش الزملكاويه على كوره. النهارده ديانج بالنسبه لي من احد نجوم المباراه والله العظيم. ديانج على فكره مش واخد حقه، بس ديانج من احد نجوم المباراه، حرفيا موت نفسه رايح جاي، ميت على كل كوره. طب والله العظيم ديانج النهارده حرفيا ميت على كل، عارفين اللي هو انا الكوره مش تاخد مني، ولو تاخد مني هرجعها. ديانج النهارده 10 على 10. النهارده اقسم بالله انا زي ما قلت في الفيديو اللي فات، الاهلي بيلعب مزيكا والله مزيكا. انا سعيد النهارده والله يا جماعه. هتلاقوا النهارده الفيس ده. مروان عطيه. عايزه اقول حاجه بمناسبه مروان عطيه. زيزو خد نجم المباراه، بس انا بالنسبه لي نجم المباراه مروان عطيه والله العظيم. النهارده مروان عطيه تحركاته مش طبيعيه في الملعب، حلوه قوي، وجاب جون تحفه. على فكره جونه النهارده احلى جون في المباراه. بن شرقي وزيزو جونهم حلو قوي، بس مروان عطيه احلى، حلو قوي. جون والله جون ما يتصد، مش احنا اللي جايبينه، وكنت ممكن اقول اللي يتصد، والله جون ما يتصد. جون النهارده عارفين سقف حلق البق، عارفين محمد هنيدي عامله مهلبيه بتتسقف سقف حلق، والله العظيم سقف ما يتجابش على فكره، والله الجون النهارده ما يتجابش، والنبي لو بونو نفسه واقف ما هيجيب. تحفه مروان عطيه النهارده مزيكا. فمروان عطيه 9.5 اعلى واحد عندي تقييم. مروان عطيه بلا نقاش يا جماعه وبلا جدال 9.5، رجل المباراه قلبا وقالبا. زيزو 9. زيزو برضو عمل اسيست تحفه وكان عامل تحركات تحفه، بس مروان كان ان هو اللي هو النهارده ايه، كان هو اللي عامل مزيكا اكتر جامد. وزيزو النهارده تحركاته حلوه والاسيست بتاعه جامد. على فكره الاسيست بتاع زيزو كان حلو على فكره. زيزو النهارده عمال يتحرك يمين بصراحه. زيزو النهارده برضو والله العظيم لعيبه الاهلي النهارده كلها يعني الا من رحم ربي كان في تجانس حلو قوي. عارفين احنا ان شاء الله بالروح دي يعني السوبر بقى اهلاوي، الدوري اهلاوي ان شاء الله. بن شرقي 8 عمل جون حلو بصراحه. تريزيجيه ما عملش حاجه قوي، عمل كوره بس عواد صدها، هي كانت كوره حلوه قوي بس عواد تعلق فيها بصراحه، يعني ما جاتش جون يا تريزيجيه. ف7. جراديشار وطاهر. جراديشار 6. ما حسيتش بيك قوي بصراحه، ما حسيتش بيك قوي، بس يعني هو وكوكا النهارده مش حاسه بيهم قوي. طاهر من احد نجوم المباراه، وطبعا الناس كانت بتهاجمه وانا من الناس كنت بهاجمه الماتشات اللي فاتت، بس زي ما المذيع قال هو بيرد على كل اللي انتقدوه وانا منه. المعلق قالها النهارده. طاهر انت عملت اسيست مش عشان الاسيست، والله ما هي ناس كده عملت اسيست النهارده. الاسيست بتاعك يا طاهر انا قلت اوت، الكوره دي خلاص بره، فما خلاص انت قاتلت على الكوره. لا هو النهارده طاهر والله العظيم لعب بروح حلوه قوي. انت لو معاك الروح دي في كل مباراه انت هتبقى حاجه، يعني هتبقى في حته ثانيه. طاهر يبقى عارفين اللي هو صاروخ بقى. الكوره دي النهارده الاسيست تحفه والله، اسيست وجون مروان عطيه وطاهر تحفه النهارده، الاثنين تحفه. فطاهر انت اسيستك النهارده انت تاخد 8 مني والله لاجل الاسيست انت حسستني ان في راجل بيقاتل في المباراه. بحب قوي ان انا اللي بيقاتلوا على النادي، يعني على كوره في النادي الاهلي، بحب قوي الرجاله القتاليه دي يا والله العظيم. يعني انت تدخل ذمتي، يعني احسن من واحد حتى بيجيب جون ويركن. انا احب قوي الناس اللي بتموت على الكوره، اللي هي قلبها على التيشيرت، اللي لو انت خايف على يعني خايف على النادي بجد بيدخلوا قلبي. ف8 يا طاهر اقسم بالله 8. انا مصدقه نفسي ان انا مديك 8 اصلا يعني، بس انت
8 والله تحفه، لو استمرت على كده تبقى في حته ثانيه. يعني الناس اللي بتلعب بكتال دي والله يا جماعه تبقى في حته ثانيه. النادي الاهلي بيحب الروح دي. المدرب النهارده للاسف واخد تقييم عالي برضه، واخد 8. تغييراته كانت كويسه، في تحسن كبير عن الماتشات اللي فاتت، فانا عجبني بصراحه. واخيرا يا جماعه مبروك لكل الاهلاويه، انا مبسوطه. النهارده الاهلي قال للناس كلها انا رقم 1 في افريقيا، لان الاهلي بطل افريقيا. وكنا بيرد النهارده النادي الاهلي على اي حد كان بيقلل منه الايام اللي فاتت. فمبروك لكل الاهلاويه يا جماعه، انا مبسوطه النهارده، هفضل مبتسمه ان شاء الله. يعني انا عاجبني قوي. جماعه لو حد عنده حاجه عايز يقولها قولها في الكومنتات.